حبيتك يا عمي لم يكن. اليوم ترويقة الطايبة أكيد منقوشة زعتر. أنا غرامي منقوشة زعتر، عملتها بطحين الشوفان. هاي العجينة طالعة غريبة عجيبة شكلها. المهم حطيت اليوم هيدي عندي اياها الصلصة، هي بندورة وبصل وقصص بابر وهيك، خلطتهم مع الزعتر وزيت الزيتون لشوف كيف تطلع. بتصور بتطلع طيبة، هي كتير بحبها، فبتصور رح تطلع طيبة مثل المنقوش الزعتر بنعملها مع بصل وبندورة، بحسها رح تطلع هيك. وبدي اكلها مع خيار وزيتون صحتين. هيا حلوين، اليوم الأحد 27 ديسمبر وبعدني مستمرة بالفلوج، الويكلي فلوج. نزل من شوي الفلوج تبع هديك الأسبوع، بتمنى تكونوا حبيتوه واستمتعتوا فيه. هلا حضرت حالي، هيدا الميك اب اللي عملته، رح افرجيكم الاوتفيت. حط الكاميرا هلا اثبتها وافرجيكم شو لبست اليوم. ظاهرة بدي في شغلة كنت شريتها عند H&M، كانوا تاركين لي البلاستيك فيها، فرايحه يشيلوا له اياها، يعني بعمل برمي بالمول. يا حلوين، هيدا الاوتفيت اللي لبسته اليوم هو دريس، هيدا عندي اياه لابرد، لبست فوقه هيدي الكنزه، وهيدا كولون هو سميك، شكله مثل اللاجينج لانه سميك كتير وبدفي، برا برد. وطلعت القلب شوي من هون والكمام، وهيدا الشوز لبسته كتير كيوت، من قبل بحب البسه كنت، هلا ثاقبت مع هيدا الاوتفيت حسيته كتير مهضوم. اكيد رح امسك هيدا الباج اللي بحبه كتير، على طول بمسكه اللي هو اللابرد، بيلبق مع التياب اليوم كمان، فرح احطه هيك. وكمان اكيد رح البس كوت لانه برد كتير برا، في حطه هيك، شوفوا على الكتاف هيك شكله. كمان اذا لبسته اليوم الطقس كتير حلو، شمس، انا كتير بحب هيك بس يكون في شمس، لو برد وهيك واحد بدفي حاله، بس الشمس هيك بتعطي طاقة ايجابية. شو حلو لونه الجاكيت، بيربل، كتير حبيت. عاملين عليها سيل، صارت ب 26. لما لقيت جوزي حاطط فيديوهاتي وعم يحضرهم. So cute. اليوم ترويقتي هيدا توست من بذر الكتان مع لبنة وزعتر وشوية زيت زيتون، وعم باكلها مع خيار وزيتون. اليوم الغدا رح يكون كتير طيب، عاملة شاورما لحمة بعملها كتير طيبة. امبارح جايبة يعني ستيك فيليه، قطعتهم شرايح، تبلتهم، حطيت زيت زيتون، خل، وعصرة حامض، بشر حامض، وحطيت بهارات الشاورما للحمة، وحاطة كمان هيل وشو اسمه، بتبلهم مع بعض، وحاطة بصلة هيك فرمتها معهم، بتعطي ريحة كتير طيبة. من امبارح نقعتهم بالبراد، اليوم بدي اعملهم بمقلاية او فيكم تعملوهم بالفرن. وهون عاملة البقدونس مع البصل، بعملهم مع بصل اخضر، وحطيت لهم سماق وكل شيء. عندي بندورة كبيس، وعاملة طحينة بالبراد. وهون عاملة شوية بطاطا انا بقصهم هيك كيوبس، هلا بنقعهم قبل ما اعملهم بالاير فراير. هيدي الطريقة بيطلعوا كريسبي وطيبين كتير، فاذا بدكم حتى تقلون ولا تعملوهم بالاير فراير، اضبط على طول تنقعون شوي قبل، شي ربع ساعة نص ساعة،
بيرجعوا بيطلعوا كريسبي وكتير طيبين. فرح فرجيكم بعدين شو رح اعمل، بس هاي الشاورما كتير طيبة. شوفوا هون عم بقلي الشاورما بمقلاية وتكون هيك الحرارة عالية وبحطهم وبتركهم يتقلوا مظبوط. ما بياخدوا كتير وقت لأنه اللحمة كتير رقيقة وطرية، فبتركهم يتقلوا. وهون عند البطاطا خليتها شي 15 دقيقة صارت بهالشكل. هلا شلتها شوي قبل ما بدنا ناكل، برجع بفوتها شي 5 دقايق وبقدمها لتطلع سخنة، بتصير كتير كريسبي وطيب. فهلا هيك تركتهم على نار عالية عم بقليهم لحتى ما تكب ميتها. هاي البطاطا جاهزة، شوفوا كيف كريسبي وشكلها طيب. هون كمان الشاورما جاهزة، عند البقدونس وبصل بندورة كبيس وهون طحينة. هلا بدي اعمل لجوزي بساندويش بهيدا الخبز اللافاش مثل المرقوق، بس هيدا خبز الارمن اللافاش. انا تبعيتي يمكن اكلهم هيك مع البطاطا او يمكن احط شقفة صغيرة خبز لانه هيدا كتير طيب مع الشاورما. يا هيدا الغدا اليوم. يا حلوين، خلصت غدا وضب وهيك وظاهرة هلا بدي اجيب كم شغلة تروح على عدة محلات، يمكن اقطع عند TJ Maxx بدي اجيب من عنده شغلة كمان اذا لقيت، يعني بدي اعمل جولة بجيب كم غرض. اجمل القمر كتير حبيت. ما عتمت على الاخر بس طالع القمر. مدري شو في للصراحة، في كتير طيران بالجو، مدري شو صاير. أنا جاية عند TJ Maxx هلا بدي اخد كم شغلة. هدوم هالكلات هي كمان كيوت. هدول 3 براشز ب7، في منهم على البينك. هيدا الميلك كوريكتور ب$8. في كمان فاونديشن ستيك ب10 ميلك. هيدا البراو كونتور برو تبع بنفيت ب$10. كمان هيدا ميلك ميك اب فاونديشن $10. باي باي بريك اوت باودر من ات كوزماتكس ب$15. هاد مارك جايكوبز ب$15. شو ترابل سايز هايلايتر برايمر سات، حلو. هي ب$15 بس صغار يعني، بس حلوة. كمان هيدا مارك جايكوبز الجلوس بيجوا 2 ب$10. في كمان الماك ليبستيك، هيدا اللون تشيلي حلو. شوفوا شو لقيت كمان وايبس للوجه، فيشل كلينزينج وايبس لابرد. تخيل لابرد كمان هيدا سكارف لابرد، سايته مهضوم، بنلبس بعدة اشياء، بعدة موديلات هيك بنلبس. هيدي مهضومة بتطهر الاشياء، التليفون، كمبيوتر، اشياء مثلا بوكس. حبيت فكرتها. هيدا الفريج تبع السكين كير اللي بحط فيه مهضوم، سعره $40. حتى شكله مهضوم، ليك جاي ابيض ومسكته جولد. كمان بيجاما لابرد اسود وابيض، يعني لازم عطول يطلع بوجهي قصص لابرد وين ما كان. هون كمان في بيجامات لابرد. شو كيوت. هيدا بريق ازاز وبقلبه شاي. شو حبيت على عدة نكهات الشاي فيه، بس حبيت فكرة هيدا البريق تحطوا فيه مي سخنة، كتير مهضوم وأورجانيك الشاي كلنا. عندهم تشكيل كبير الميك اب اورجانايزر
صراحة حبيت هيدي المراية كتير، والحلو فيها انه فينا نوقفها مطرح ما بدي لنقولها هيدي من ورا. بفكر اخذها، عجبتني. جبت المراية واخيرا. من قبل بدي اجيب مراية بس هيدي حبيتها. اول شي قياسها منيح وحسيتها حلوة، مع انه كنت بتمنى تكون لونها اللي عفضي. هيدا على ذهبي، في كان يعني حاطين انه في الفضي بس ما كان عنده الا الذهبي. بس مش مشكلة لانه اكترية الاشياء عندي بالاوضة على فضي، بس مش مشكلة يعني هيدا الذهبي مش قوي كتير. المهم صار هلا المنكوش الاوضه وراي. بس هلا حطيتها هون، ما بعرف اذا بغير لها مطرحها بعدين، بس هون هلا بدي احطها هيك بصير في صور الاوتفيت تبعي وكل شيء. كمان جبت هيدي من عند تي جي ماكس، حبيتها للبراد بحط فيها قصص خضره وهيك. بيجي فيها سله لحتى ينزل منها المي اذا مغسلتهم تما ينتزعوا. واكيد جبت هيدا السكارف اللابرد. شوفوا هالسكارف كتير حلو، بيجي على ساتان قماشته، كتير حبيت للصراحة. بيستخدم بعدة طرق، كتير حبيت. قياسه كمان حلو ولونه كتير حلو، حبيت. كمان جبت من عند تي جي ماكس، لقيت هيدي الباستا معمولة من الحمص والعدس. جربي هيك اشياء قبل، كتير طيبين بيكونوا. وكمان جبت السموكت بابريكا لانه بستعملها مع كل شيء تقريبا، كثير بحبها السموكت بابريكا. يا حلوين، عم بعمل مسخن دجاج، بدي اعملهم رول. بفرجيكم الطريقه، سهله كتير وكتير طيبه بتطلع. هون عندي تقريبا شي كيلو صدور دجاج الا شوي، قطعتهم هيك صغار. قليتهم اول شي بالطنجره، حطيت لهم ملح وبهار اسود وشويه توم بودره وبصل بودره وبابريكا نتفه. قليتهم نتفه حطيتهم على جنب. وهون عندي كميه بصل منيحه لازم تكون. المسخن بده بصل منيح وبده زيت زيتون منيح. هلا بعدني حطيتهم على النار. هون شي 7-8 بصلات وسط صغار، يعني مش كتير هيك وسط هيك صغير، شي 7-8. كمية لازم تكون منيحة مثل هيك. هلا بدي زيد لهم زيت زيتون، بدي شوف قد ايه رح ياخذوا، بس انه لازم يكون الزيت زيتون فيها كتير. وبيتقلوا على مهلهم ما يحمروا، مش لازم يحمروا، لازم تدبل البصلة بزيت الزيتون وبس ما تحمر، يعني بدنا نحطها على نار خفيفة. فيا بفرجيكم هدول بدي اعملهم رولز، مش رح يعني مثل هيك. عادة المسخن بيعملوها بالقطع الدجاج الكبيرة الكامل، كمان بعملها كتير طيبة. بس هدول رح اعملهم رول بخبز المرقوق هن بيعملوهم، او رح استعمل انا خبز اللافاش الارمني مثل المرقوق. كتير طيبة هيدي الاكلة. اوكي، زدت هون تقريبا كوب من زيت الزيتون، يعني كباية المعيار، مش كباية هيك عادية كبيرة او شي، كباية العيار. بتصور كفاية لانه هلا بده يدبل البصل. وكمان اكيد بدنا نحط لها سماق كتير، هيدي لازم تكون فيها سماق كتير، بس بعدين رح احطهم. هلا بدي خلي البصل يدبل وعلى نار خفيفة، ما تكون قوية لحتى ما يحمر، ما بدنا اياه يحمر، بدنا اياه يدبل على الاخر بزيت الزيتون. وبعدين بنحط الدجاج كمان معهم والسماق، وبفرجيكم بعدين شو بعمل. شوفوا كيف صار دبل البصل بس محمر هيك لازم. انا حطيته على نار خفيفة وكل شوي بضل بقلبه، يعني يجي بقلبه لحتى ما يلزق ويحمر. هلا تقريبا رح يصير له شي نص ساعة اقل شوي، بس هو كل ما تتركوه يدبل كل ما احسن. زدت الدجاج وحطيت 1.5 معلقة كبار من السماق. هلا بس هيك، بس يمكن ارجع زيد لانه هيدي طيبة يكون فيها السماق منيح، فيمكن ارجع زيد. بس هلا اول شي حطيت 1.5 معلقة كبار وبخليهم على نار هادية كمان. هلا يتقلوا مظبوط مع الدجاج ويذوبوا ذوبان. مثل ما شفتوا البصل صار كتير، بس كمان هلا بتركهم بعد يتقلوا مظبوط. بدي زيد له اخر شي صنوبر. هلا بعمل قلة صنوبر، هلا بقليهم على بحطهم بعدين على جنب فوقهم بس خلصهم.
كمان هيدا شيء اختياري، فيكم تحطوا له صنوبر وفيكم تحطوا صنوبر او لوز مكسر او اي شيء مكسرات بتحبوها، وفيكم بلا شيء. هلا بدي اتركها كمان على نار خفيف، وفي غطيها كمان لحتى مظبوط يستووا مع بعض. هيك صاروا، تركتهم بعد شي نص ساعة، كنت عم غطيهم وكل شوي حركهم. هلا طفيت النار عليهم، حطيت لهم كمان رشة بهار اسود والسماق، رجعت زدت ملعقة سماق، وهيدول ورق الغار تركتهم معهم. فهلا بتركهم يبردوا، رح بعدين قلي صنوبر وحط لهم. اليوم ما رح لفهم رولز، بكره بلفهم. رح لفهم، فيكم تلفون ب خبز المرقوق او خبز رقيق او بشو اسمه هيدا اللي بتعملوا فيها السبرينج رولز، هدول التشيز رولز، هيدي العجينه الرقيقه. وبحط لهم على وجههم سماق، بفوتهم على الفرن بصيروا كريسبي وكتير كتير طيبين. بتمنى تجربوها هالاكله لانه عن جد رح تحبوها كتير، كمقبلات بتكون طيبه كتير. وانا كمان شي مره بدي اعملكم اياها كيف بعملها بالدجاج الكامل، كتير طيبه هالاكله. الطيبه لانه البصل فيها كتير هيك بيعطي طعم سويت، بيعطي طعم حلو بعدين بس هيك يدوب ويتكرمل. والسماق بيعطي طعم حموضه، يعني هيك سويت اند ساور، كتير شي طيب. اليوم ترويقتي صارني زمان ما عملت شوفان. هيدي الترويقه كانت لوقت طويل، سنين، كانت كل يوم، بس وقتها بلشت كيتو لو كاربز بطلت اعملها كتير. وهلا مثل ما بتعرفوا انا بطلت كيتو 100% لو كاربز، فعملت اليوم. كنت اعملها عاده نحطهم بالبراد وتنهار اكلها، اليوم عملتها على الغاز. حطيت شي 4 ملاعق كبار شوفان بطنجره صغيره مع مي، وحطيت لهم ملعقه صغيره بذور الشيا وملعقه صغيره بذور الكتان، وحركتهم لحتى استووا. بعدين وحطيت لهم ملعقه صغيره مزهر، بحب نكهه المزهر. ورجعت حطيت لهم شي نقطتين 3 ستيفيا. رجعت بس خلصوا واستووا القوط، حطيت لهم ملعقتين كبار هيفي كريم، هيك بيعطوها كريمي تكستشر بتصير اطيب. وحطيت نص موزه فوقها، وحطيت كمان فستق حلب مكسر. وهدول اللي شايفينهم الابيض هدول كوكونات باتر، مثل البينات باتر والالموند باتر، بس على كوكونات. حطيت هيك شي بس ملعقه صغيره تعطيها نكهه كتير كتير طيبه. فيا هي ترويقه اليوم. هون حاطه عم بسلق ارض شوكه، جبت هديك المره بس هلا حطيتهم عم بسلقهم، كتير بحبهم. هدول بتاكلون هيك مع حامض وثوم. يا حلوين، ظهرت عبينا اليوم ما اظهر وهيك، ولك شعري كيف منكوش، بدي ارجع اصبغه، بس ظاهره بدي اجيب كم غرض مضطره عليهم. جاي اول شي عن تارجت، بدي اخذ كم شغله، واكيد لبست الماسك اللي مش لازم نشلحه بالاماكن، مطاعم فود، سوبر ماركت، يلا محل على المول لازم على طول الماسك ما تشيليه. هلا انا جاي ما خصني اجي على التير، بس انا لقيت كليرنس 50% هون على كل شي. 50 على الجاكيتات، قصص تياب كمان هون 30% وهون 50. بس صراحة عجبوني هالبنطلونات، هيك بيجوا واسعين من تحت وعاملين عليهم كليرنس ب 15 بصيروا، بس هلا ما عندي وقت بقى. بس حتى هيدا حلو لونه، في هيك كمان هاللون. قطعت عن دولار تري، اوريدي بلشوا بزينة فالنتاين من هلا. قطعت عند H&M، بدي اجيب، كنت شوف سكربين اذا بلاقي، قلت اذا لقيت بجيب، يعني كان بدي هيك شيء اسود سادا وكعب مش كتير عالي، فلقيت هيدي مهضومة حبيتها سامبل يعني ما فيها شيء.
ولقيت هيدا الدريس كتير حبيته للصراحة. هلا بكرة على النيو يير رايحين عند بيت خيو لجوزي، يعني هيك سهرة بالبيت، فكان عندي دريس اسود بدي البسه، بس لقيت هيدا حسيته كتير مهضوم وهيك وكمه طويل بدفي، فجبته كمان. وجبت هيك شوية اكسسوارز عاملين عليهم سيلات. هيدا الحلق كتير حبيته مع انه كبير بس حلو. وجبت هيك قصص خواتم، وهيدا كمان الحلق حبيته مع هيدا الدريس. وهيدا البروش العين كتير حلو مع هدول. يا فهيدا بكرة راح تشوفوه علي، بصور لكم بس البسوه هيك. وهي السكربينة حبيتها سامبل هيك، بس طلعت شوي كبيرة على اجري، بدي احط لها ضبان، انا اجري كتير صغيرة. هيدي 5.5 وطلعت حتى كبيرة نتفة، بدي احط لها نص ضبان بيمشي الحال. كمان هيدا التوب لقيتها كمان عاملين عليها سيل، كانوا كتير مهضوم. هلا هي هيك كمها مش طويل، بس انا بحب هول كمان بكونوا منفوخين هيك، حبيتها جبتها مهضومة. عند تارجت جبت هيدا، رجعت البرونزر الصغير، كتير حبيت قد هيك كيوت وصغير وبجربه بذات الوقت. فيا وكمان جبت جاكيت كتير حلوة عن تارجت عاملين عليهم سيل 50%، بس بكرة بدي بقى افرجيكم هن مع مشترياتي. بدي اعملكم فيديو اشياء كوتس وهيك اشياء كنزات، رح يكون مع هداك الفيديو. هيدا الجاكيت اللي اشتريته هيدا جبته يعني قد ما كنت اسمع ريبيكا نخلة، هي رفيقتي على اليوتيوب، عندها تشانل وعندها انستغرام، على طول بتحكي عنه. هيدا البرونزر كتير رائع بتقول عنه، ولا مرة مجربته، كل مرة بقول جربه بس بكون عندي كتير برونزر بقول هلا مش وقتها، فبس تحمست جربه لانه هيك قياسه صغير. فتحته هلا وهيك جربته شوي، رائع لونه وبذات الوقت ريحته. كانت تقول ريبيكا انه ريحته بتجنن، عن جد ريحته كتير حلوة ومثل ما بتقول يعني رائعة، كتير كتير حبيت. كمان قطعت عن دولار تري، كنت عم جيب كم شغلة، وكانت اليوم شفت ميك اب باي جوار فيتها على الانستغرام كمان. حكيت عن هيدا الايلاينر جبته من امريكا معها، كانت هون بامريكا ونزلت على لبنان وعم تقول عنه كتير حلو، وهيدا دولار حقه. هي جايبه منه بني واسود بس للاسف ما لقيت الا اسود، فرح جربه. وقلت عنه كتير حلو والرسم فيه هين، فيا رح ابقى اجربه. كنت كتير حابه اجيب البراون بس ما لقيت، بس ببقى بعدين بقطع بيكونوا بركي جابوا منه براون. عم حضر بدي اصبغ شعراتي. بصبغ هيدا اللون انا من زمان، صار لي سنين، من غارنيه. وقت كنت جيبه بلبنان كان 6.1 لايت اش براون، هون 61. هيدا غارنيه نوتريس، في بقلبه الزيت معه، يعني بيجي هيك بهيدا الشكل. بحط هيدي بقلب هيدي، هون الاكسجين يمكن، وبحطهم مزبوط مع الزيت وبحطه، يعني بفتح هيدي وبصير قطعه على الروتس تبعي، وبيجي معه كفوف على طول. بس بعمل الراسين يعني. اكتبوا لي اذا شي مره بدكم صور لكم انه كيف بصبغه انا بحطه على شعري. اليوم ما راح صور للصراحه لانه تاخر هلا الوقت وبدي اخلص، بدي اعمل شعر براشنج كمان. فاكتبوا لي اذا حابين مره تانية بصور لكم انا عم بحط الصبغه على شعري. صبغت شعري وتحممت وعملت شعري براشنج. صار لي زمان مش عملته براشنج، على طول عم بعمله كيرلي، عم ريحه من الحراره. بس اعمله كيرلي بحط له موس وبتركه ينشف لوحده من دون اي سشوار او حراره. بس هلا لانه بكره نيو يير وحب هيك غير شوي، فعملته براشنج. يمكن احط اكستنشن لانه كمان طالع على بالي من زمان ما حطيت، وانا كثير بحب الشعر الطويل كمان. هلا مع انه الوقت مأخر صار، بس قلت بدي احضر هدول المسخن رولز بدي اعملهم. هيدي الحشوه اللي عملتها معكم، رجعت زدت لها صنوبر كانت بالبراد، هيك صارت بهالشكل، طعمتها كتير طيبه. هون عندي خبز اللافاش اللي هو مثل المرقوق هيك رقيق. هلا قصيتهم قد بعض، حطيتهم فوق بعض، وبدي قصهم بعد، يعني بدي قصهم بطريقه انه اعمل منهم رول. قصيتهم رجعت بهذا الشكل، قصيتهم هيك بالطول، بدي ارجع قصها بالنص. فبحط شوي من الحشوة بهالشكل، لانه هي رقيقة كتير هي بتطلع. وهيك بلفها.
بس مي شوي هيك تلزق وحطها على جنب. سو هدول الصينيتين طلعوا بكل وحدة فيها 28. اللي اخر شي دهنت وجهن بالزيت اللي بقي بالتبروير. هلا رح رش عليهم سمان هيك. هلا رح احطهم بالبراد وبكره اخذهم معي، وبكره بنفوتهم على الفرن هونيك لحتى يسخنوا ويتحمصوا. عن جد بتمنى تجربوها هالوصفة لأنها شي كتير كتير طيب. فيكم تعملوها بخبز المرقوق، وفيكم تعملوها بالعجينة الرقيقة تبع السبرينج رولز بتعملوا فيها الجبنة. فيكم كمان تعملوا عجينة بالبيت وتعملوا فيها هيدي الحشوة كمان بتطلع طيبة. وكمان حبيت اخبركم انه بعدين ما عادش رجعت حطيت مي عليها لسكرها، بس اول 2 3 بعدين الباقيين مش ضروري مي لتسكر لانه حطيتهم هيك حط بعض متروكين ببعض ما رح يفتحوا. فهيك بتمنى تكون عجبتكم هيدي الوصفة وتجربوها. اخر ترويقه قبل 2020 عملت اومليت بحبها كتير مع لبنه. اذا شي مره مجربينها اكتبولي تحت. كمان بحبها مع مشروم وهيك وحط بقلبها جبنه، بس كمان كتير بحبها مع لبنه وعم بكرها مع زيتون وما راح اكل معها خبز. يا حلوين عم حضر حالي. هلا بعد الساعة 3:30 نحن رح نمشي من البيت شي 6:30. بس هلا عم حط ماسك على وجهي لحتى تكون بشرتي مرطبة منيح، وبس حط الميك اب يطلع حلو. فعم استخدم اليوم هدول الشيت ماسك اللي جبته من عند PS Cosmetics من برايمارك. اليوم عم استعمل الهايدريتنج برايمينج شيت ماسك. كتير عم بحبهم هدول الصراحة، ومرة جاي بس انزل بدي اجيب كمية اكبر لانه كتير حلوين، كتير بيعطوا ترطيب عالي للبشرة. فهلا عم بعمل هيدا فيه هايلورونيك اسيد، يعني بتحسوا الميك اب بيطلع كمان احلى. انا كتير بحب اعملهم بعد الشاور، وكمان اذا عندي شي مثلا مناسبة او هيك مثل اليوم نيو يير او حيلا هيك بدي اعمل ميك اب حلو كتير يطلع، فبعمل هيدا الشيت ماسك بيطلع الميك اب احلى بكتير والبشرة تطلع اجمل. بعدني ما عارفة شو الميك اب بدي اعمل، يمكن اعمل سموكي شي سهل. رح فرجيكم بس خلص شو رح اعمل. ما بعرف اذا بصور لكم اياه او بصور لكم شوي من الميك اب، واذا لا رح فرجيكم بعدين شو رح اعمل ميك اب واللبس وكل شيء. بدي اياكم تخبروني بالكومنتس تحت شو عملتوا على سهرة راس السنة، مع مين كنتوا قاعدين، حتى لو بالبيت وهيك مع العائلة كمان شي كتير حلو. نحن يعني كمان عند بيت خيو لجوزي هيك عائلة مع بعض رح نكون مجموعين. فانتوا كمان خبروني شو عملتوا، مع مين كنتوا، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا. اهم شيء ان شاء الله تكون هالسنة سنة خير يا رب وبركة على الجميع، فرج على كل الناس يا رب، وتكون سنة خير. يا حلوين هذا الميك اب اللي عملته سموكي مع جليتر. عندي ميك اب قريب عليه بالشانل رح احط لكم اياه بصندوق الوصف، سهل كتير. وهيدا الدريس اللي لبسته رح افرجيكم اياه هلا كامل. يا حلوين هيدا هو الدريس لبسته مع كلون لحمه، وهي السكاربينه كمان اللي جبتها كتير حبيته، ناعم وبدفي. وحطيت اكستنشن وعملته على الفار
بهيدا الشكل. صار من زمان مش حاطه اكستنشن، كتير بحب الاكستنشن. وهيدا الميك اب اللي عملته سموكي مع جليتر. عندي ميك اب كتير قريب عليه عملته بالتشانل هون، رح اترك لكم اياه بصندوق الوصف، سهل انه تعملوه. فهيدا هو الاوتفيت لنيو يير. واذا مفكرين انه خلاص رح اطلع اسود هيك من دون اي لابرد، غلطانين. رح احط الكوت اللابرد علي وهيدا الباج الصغير. and yeah, happy new year. والله شكلي حبيتك يا عمي لك أول نهار بالسنة الجديدة 2021. بتمنى يا رب تكون هالسنة سنة خير وبركة على الجميع، وتحققوا كل شي بتتمنوه، وإن شاء الله تضلكم بخير انتوا وعائلتكم وأحبابكم، وإن شاء الله يا رب تكون هالسنة حاملة كل الخير للجميع. بتمنى تكونوا قضيتوا ليلة راس السنة حلو واستقبلتوا السنة الجديدة حلوة. اكتبوا لي شو عملتوا بليلة نيو يير ومع مين عيدتوا، وان شاء الله يا رب كمان هيك بأقرب وقت تخلص كورونا وهيدا الوضع اللي كلنا عايشينه. اليوم عامله هيدا الميك اب مثل ما شايفين، شي ناعم، ظاهره بس زياره اليوم. هيدا الاوتفيت اللي لبسته اليوم، لابسه هيدي الكوروليه على لون نيود، وحاطه هيدا البروش كتير حلو جبته من عند H&M، كتير حبيته. وهيدا البنطلون اللي بيجي هيك واسع من تحت وقصير، مع اكيد لازم يكون في شي لابرد، لابسه الشوز لابرد. وحاطه كمان اليوم الاكستنشن لانه اوريدي امبارح زبطتهم وعملتهم على الفير فحبيتهم. اوقات كتير بحب الشعر الطويل وبعلق عليه، فيا هلا حاطه الاكستنشن كمان. وكمان رح امسك هيدا الباج، رح تشوفوني كتير بلبسه لانه كتير بحبه لصراحه، بحسه بيلبق على كل شيء. فمع هيدا الكوت، هيدا الكوت كنت بفرجيكم اياه بمشتريات الاشياء اللي اشتريتها للشتويه، كوت وكنزات وهيك اللي بعدني ما عملته لهلا، بس هيدا رح تشوفوه كمان. رح اصلا البسهم مع الثياب وتشوفوا تنسيقات، بس هيدا من بين الاشياء اللي جايبتها جديده كمان. فبتمنى تكونوا حبيتوا الاوتفيت لليوم. ما بعرف شو بعد بدي صور لكم، شو بدي انزل، رايحين هلا زياره وما بعرف اذا رح نعمل شي غير اليوم لان اصلا تاخر الوقت.
شوية حلوين. مثل ما شفتوا عملت سكين كير روتين تبعي هيدا بالليل عم بعمله. اليوم ما ظهرت من البيت، كنت على اساس اظهر وهيك، رجعت اشتغلت بالبيت وعملت اشياء، وهلا اخذت شاور وعملت سكين كير روتين تبعي، وبدي انهي الفلوج معكم لانه لازم اعمل له اديتنج لحتى ينزل بكره وتحضروه. بتمنى تكونوا حبيتوا هيدا الفلوج واستفدتوا منه، وبتمنى اذا حبيتوا الفلوج تعملوا لي لايك وكومنتس تحت لحتى تدعموني لاستمر. واذا حبيتوا تشاركوا هيدا الفيديو مع اصحابكم كمان بتكونوا عم تساعدوني كثير. اكتبوا لي اي شيء بالكومنتس حابين تشوفوه بالفلوجات الجاي، وانا بحبكم كثير. بشوفكم الفيديو الجاي. باي.